النهارده ليله حسم اقذر دوري في تاريخ الكره المصريه. النهارده الاهلاويه هيحتفلوا بالدوري اللي انسحبوا فيه، وقالوا ان هما مش هيلعبوا فيه غير لما تتنفذ مطالبهم اللي هم المفروض اصلا طلبوها وما تنفذتش. بس هتلاقيهم النهارده مبسوطين وبيحتفلوا بالدوري وبيقولوا لك احنا الدوله، وهينسوا كل حاجه قالوها خلاص طالما وصلوا للي هم عاوزينه. وكأن حرام فرقه تاخد الدوري غير الاهلي. بشوف ناس عندها امل ان النهارده ممكن فاركو تكسب الاهلي وبيراميدز تكسب سيراميكا علشان خاطر ايه الدوري، يعني بدل ما يروح على الجزيره يروح على ايه، على استاد الدفاع الجوي، وان اللقب يبقى البيراميدز والكلام ده. وانا بقول لكم الكلام ده مستحيل يحصل ومش هيحصل. لو هم كان عندهم نيه من الاول ان هم يدوا الدوري البيراميدز كانوا خصموا ال3 نقط. فمش عايزين نخش في تفاصيل كتير. يعني انا بقالي 15 سنه يعتبر بتفرج على كوره او بتابع الزمالك. ده اقذر دوري انا شفته في ال 15 او 16 سنه اللي انا اتفرجت فيهم على كوره. فاتمنى الفسده اللي ماسكين الكوره، اتمنى الناس اللي هي عايزه تمشي كل حاجه على دماغها يكونوا مبسوطين بنهايه الدوري العجيب دوت، اللي هو ولا فيه هبوط وفي بطل دوري مش بطل دوري وفي تغيير قوانين. اقسم بالله لو المفروض يعني لو في 1% عداله النشاط الكروي ده كله يتوقف في مصر اصلا.